لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، والذي احتضن إحدى اللقاءات وكانت على ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله راكم بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. فيديو جديدة، رياكسيون جديدة في القناة تاعنا. القلوب الضعيفة والعقول الصغيرة دائما تتكلم في بلاطوات قنوات. بعض من الصحفيين يشكوا في إنجازات المغرب في بناء الملاعب التي تحتضن كأس إفريقيا 2025 وحتى الملاعب الضخمة والعالمية التي تحتضن كأس العالم 2030. احنا نحكو اليوم على الملاعب التي تحتضن كأس إفريقيا 2025